نتكلم بخصوص التعيينات. قبل فترة التقيت بكم بخصوص التعيينات. سيجري فرز تعيينات لمديرية العامة لتربية كركوك. يبدأ الفرز يوم الأحد القادم وينتهي لمدة 10 أيام. بعدها سيتم إعلان أسماء المتقدمين للترشيح والفائزين بها من خلال التعليمات الوزارية المذكورة حسب المعدل وسنوات التخرج، بالإضافة إلى قناة الشهداء وحاملي الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. بعدها يتم الاعتراض على حسب تقديم المعترض لطلبه في خصوص ظهور اسمه من عدمه. بعدها نرفع الأسماء إلى الوزارة لصدور الأوامر الوزارية الخاصة بالتعيينات. بخصوص المحاضرين، حاليا قمنا بتوزيع المحاضرين على المدارس وحسب الاختصاصات وحسب حاجة المدارس لهؤلاء المحاضرين، وأعلمتنا الوزارة أن هؤلاء المحاضرين سوف يتم التعاقد معهم بعقود وزارية وحسب تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. بخصوص الأبنية المدرسية أيضا هناك قامت يعني محافظة كركوك باعتبارها هي الجهة اللي تقوم ببناء المشاريع والإحالة والعطاء، فإحنا تقريبا حوالي 17 مدرسة بناء 6 صف، والآن حاليا يقومون بإحالة بناء 12 صف و18 صف و24 صف. هذا ما يخص الأبنية. أيضا هناك ترميمات في بعض المناطق للمدارس التي تحتاج إلى ترميم. فالعبث فيما يخص الامتحانات الخارجية، هل حصلت موافقة وزارة التربية على أداء الامتحانات الخارجية للدكتور في كركوك، سيما وأنها حرمت لمدى 5 سنوات؟ أعلمتنا المديرية العامة للتقويم والامتحانات أمس بكتاب سري وشخصي عاجل، فننتظر يعني استحصال موافقة السيد المحافظ وتأمينه للامتحانات، وكذلك قائد الشرطة ومدير عام التربية واللجنة الفرعية لغرض التوقيع على تعهدات للحفاظ على سلامة ورصانة الامتحانات. فخلال الأيام القادمة إن شاء الله يجري التقديم للامتحانات الخارجية للذكور، وسنعلمكم في عبر إعلام تربية كركوك. سنعرف فيما يخص الحراس في المدارس الذين تم تعيينهم بعوامل إدارية لكن دون رواتب، هل تم شملهم بالتعيينات الأخيرة؟ نعم، سينشملون المحاضرين، لهم حصة 50% من التعيينات. حراس المدارس حراس؟ نعم. وزارة المالية كان يعني عندنا درجات وظيفية للحراس والإداريين. وزارة المالية حذفت من يعني 657 درجة من الإداريين من الحراس والخدميين والحرفيين والكتاب، يعني كل الوظائف الإدارية 657 درجة، إضافتها هذا 657 درجة إلى المعلمين والمدرسين.